مساء الخير يا كابتن. مساء الفل. عامل ايه؟ كله تمام، يلا بينا نبدأ بشكل تاني. كنت لعيب كورة، لعبت كورة في الطيران وفي سكة الحديد وفي المقاولين وفي طوخ وفي المية، لفيت لفة حلوة كده يعني. كنت بلعب مساك، بس مساك هداف بجيب اجوان، كنت مميز بالهيدرز يعني. ربنا يديها الصحة، والدتي هي اللي أقنعتني بالفكرة. كابتن خليل حامد ده طبعًا أنا طول عمري بقول الكلام ده، راجل صاحب فضل عليا في التحكيم، شافني من خلال الملعب كنت كثير الاعتراض، وكنت كابتن فرقتي الحمد لله عندي شخصية يعني وبوجه وبتاع، فقال لي أنت هتبقى حكم كويس، فأنا ما كنتش شايف ده في نفسي، بحكم إن أنا كنت بعترض كتير على الحكام، فكنت شايف دايمًا الحكم ده حد كده إيه اللي هو إيه، أنا مش طايقه، أي حد، ما فيش حكم كان مالي عيني. بالاستشارة مع والدتي طبعًا ربنا يبارك لي فيها، قالت لي أنت هتبقى حكم كويس، جرب. قلت لها لأ أنا عايز أكمل في الكورة وعايز أخش في كارير تاني تدريب وبتاع. قالت لا انت هتبقى حاجه كويس، جرب. والحمد لله مشيت في السكه.